بعد إعلان منصور عن أوبل فيرونتيرا الجديدة اللي اتسعرت بمليون 109. طبعا أنت أول ما شفت السعر ده قلت إن أوبل داخلة السوق تنافس بقوة، لكن السؤال هنا هتنافس مين؟ هتنافس ستروين سي 3 اير كروس ولا داسيا داستر وكذا اختيار في نفس الفئة. لكن الحقيقة إن أوبل لعبت على نقطة مهمة جدا، وهي المساحة، وده أكتر شيء هيلفت انتباهك في العربية دي. مش بس لأنها واسعة، لأنها هي 7 كراسي، ودي ميزة مش بنشوفها كتير في الفئة السعرية دي. يعني لو عندك أسرة كبيرة أو بتحب السفر مع الأهل والأصحاب هتحس بقيمة النقطة دي جدا. لكن خلينا نخش على أهم حاجة، العربية جاية بموتور 1200 سي سي تيربو 3 سلندر، بيطلع 130 هورس باور و230 نيوتن متر عزم دوران، متوصلين بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات. وطبعا هنا اوبل مش رايحه لفكره الموتور الكبير خالص، لكن اوبل معتمده على التيربو علشان تديك اداء كويس. لما نيجي نقارنها بالمنافسين هتلاقي ان اوبل كده مقدمه لك توليفه متوازنه، اداء كويس، مساحات محترمه، وكمان من الحاجات المميزه ان هي جايه ب6 ايرباج، وده رقم محترم جدا لاي حد بيدور على عربيه عائليه امنه ومتوازنه. ومش بس كده، العربيه جايه بضمان 5 سنين او 150 الف كيلو متر، ودي نقطه بتدي راحه بال لاي حد بيفكر يشتري عربيه جديده. وفي نقطه ناس كتير بتنسى تتكلم عنها، الوكيل. لان فيرونتيرا طبعا جايه من خلال المنصور للسيارات، ودي نقطه مهمه جدا. لان هنا انت مش بتشتري عربيه بس، انت كمان بتشتري خدمه ما بعد البيع، قطع غيار متوفره ومراكز صيانه منتشره. ولما نبص للصوره كامله، 130 هورس باور و7 كراسي و6 ايرباج وضمان 5 سنين وكمان وراهم المنصور، هنا هتلاقي ان اوبل بتحاول تقدم لك باكج متكامله اكتر من انها بتركز على نقطه واحده بس. وعشان كده السؤال الحقيقي، لو معاك مليون 190 هتختار اوبل فرونتيرا ولا هتروح لمنافس تاني؟ انا بصراحة شايف ان اول نقطة في العربية دي مش الموتور ولا الشكل ولا الشاشات. اول نقطة في العربية دي انها بتحاول تجمع بين المساحة والاداء والاعتمادية والامان في عربية واحدة. واكتب لي انت بقى رأيك في التعليقات، هل اوبل فرونتيرا تستاهل مليون 190؟ وفي النهاية تابعني عشان تشوف كل فيديوهاتي، واشوفكم في فيديو جديد.